السلام عليكم. تجربتي مع القلاية الهوائية بجد كانت تجربة رائعة جدا. نزلت لكم فيديو البطاطس كان مكسر الدنيا، هو البتنجان زي ما انتم شايفين طري وجوسي بشوية تركات خطيرة هتخليه تحفة وطري وصحي. اهم حاجة صحي يا جماعة. وعملنا يلا بينا الطعمية زي ما انتم هنسخن الاير شايفين. فراير يلا لمدة بينا 4 هنعمل بقى دقايق وصفة جديدة النهاردة. هنشوف بقى الناس اللي بتشتكي من البانيه تقول بينشف منها في القلاية الهوائية. يلا بينا هنتبل البانيه بتاعنا بملح وفلفل اسمر زي ما انتم شايفين ومعلقه بصل وشويه بابريكا. ايوه، بس قبل ما نعمل كل الكلام ده هنسخن الاير فراير 4 دقايق. لازم قبل ما تعملي اي وصفه فيه لازم تسخنيه الاول عشان ينجح زي اي فرن يا جماعه. يلا بينا بقى هنجيب البيض بتاعنا والدقيق وعليه الفيجيتار. هنحط البيضه واحط عليه شويه فلفل اسمر، هنقلبه كويس جدا. هناخد بسرعه البانيه هننزله في البيض وبعدين ننزل ايوه في البقسماط بتاعنا زي ما انتم شايفين. بايديا بقى التانية هقلب كل الكلام الجميل ده، ايد في البيض وايد التانية ناشفة علشان ما يمسكش فيها البقسماط زي ما انتم شايفين كده بكل سهولة. سهلة جدا وتركة جميلة. يلا بينا بقى نشوف هنستخدمها ازاي في الاير فراير وليه بتنشف من الناس. ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ يلا بينا نجيب الاير فراير بتاعنا سخن. هندهنه زيت زي ما انتم شايفين وهننزل بورقة الزبدة لازم علشان يعني نحافظ عليها بقى وكده. يلا بينا عملنا شوية بطاطس رشينا عليهم شوية زيت وطلعت تحفة زي ما انتم شايفين. خدت 45 دقيقة بالظبط، يعني نص ساعة وكام دقيقة زي ما انتم شايفين. جبنا بقى البانيه بتاعنا دهناه زيت او رشيتي عليه زيت براحتك خالص وهنحطه لمدة 5 دقايق. اول ما طلع الوش الاولاني بصوا اتحمر ازاي، رائع يا جماعه. بس اهم حاجه لازم ترشيه كله زيت، ما ينفعش ما رشوش يعني نص معلقه صغيره، يعني ما فيش مقارنه بينها وبين انتي تقليه في الزيت. مختلف يا جماعه زي ما انتوا شايفين لونه حكايه. اهم حاجه اول ما يطلع هنغطيه علشان ما ينشفش. بصوا اللون بتاعه حكايه خطير. كفايه يا جماعه زيت بقى، كفايه دهون، بجد تجنن وتحفه. وشكلها ولا طعمها بجد ما تفرقهاش خالص عن الزيت التانية. والله بجد موضوع القلاية الهوائية دي اختراع يا جماعة. لا حوشوا وجيبوها بجد جميلة جدا. عملنا شوية بطاطس وعملنا طبعا مسقعة وعملنا السمك، اتفرجوا على الفيديوهات بتاعتها كانت جميلة جدا. وعملنا المسقعة، حاجات جميلة قوي. يلا بينا استنونا في الفيديوهات الجاية علشان في شوية تريكات حصلت معايا في الاير فراير ما ينفعش تعمليها. زي ما انتم شايفين بصوا الطعمية اللي كنا بنقليها في الزيت وتتغرق زيت، بصوا ما فيهاش الا شوية زيت كده من على الوش بس كده اتحمرت وشكرا. جميلة جدا، ناجحة 1000000%. بجد وصفة سهلة. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في السلام القناة. عليكم. حلوين، بحبكم الترند كتير جدا. السمك في سلام عليكم. القلاية